تعد حادثة المنشفة واحدة من أكثر اللقطات غرابة وجدلا في بطولة كأس إفريقيا 2025 التي أقيمت في المغرب، وقد تكررت هذه الواقعة في مباراتي النصف النهائي والنهائي، مما جعلها تتحول إلى قضية حرب نفسية أو اعتقادات بالخرافات السحر بين الفرق. فالواقعة التي حدثت في المباراة النهائية بين المغرب والسنغال في 18 يناير الجاري، ركزت الكاميرات على منشفة حارس مرمى السنغال إدوارد ميندي، فقد حاول عدد من جامعي الكرات وبعض لاعبي المنتخب المغربي من بينهم أشرف حكيمي وكذلك إسماعيل الصباري أخذ المنشفة الخاصة بميندي من داخل أو بجوار المرمى. اشتباك الحارس البديل أيضا، حيث تدخل الحارس السنغالي البديل بفان ديوف لحماية المنشفة ودخل في مشاحنات جسدية مع جامعي الكرات الذين حاولوا سحبها منه بالقوة، وانتشرت لقطات تظهر ديوف وهو يسحب على الأرض أثناء تمسكه بها. فساد الاعتقاد لدى البعض بأن المنشفة مرتبطة بأعمال السحر أو أنها تحتوي على معلومات حول زوايا تسديد لاعبي المغرب لركلات الجزاء. تزامنت هذه المناوشات مع احتساب ركلة جزاء للمغرب في الدقائق الأخيرة، حيث نجح ميندي في التصدي لركلة إبراهيم دياز، وهو ما عزز الجدل حول سر المنشفة. كذلك الأمر في نصف النهائي بين المغرب ضد نيجيريا، لم تكن المرة الأولى في البطولة، حيث شهدت مباراة نصف النهائي أيضا أحداثا مشابهة، حيث اشتكى حارس نيجيريا ستانلي نوابالي من قيام عمال الملعب وجامعي الكرات بسحب منشفته وإخفائها بشكل متكرر أثناء المباراة وركلات الترجيح لتشتيت تركيزه. فبعد خسارة المغرب في النهائي، نشر نوابالي رسالة ساخرة عبر انستغرام قال فيها: استخدموا منشفتي لمسح دموعكم ردا على ما تعرض له في نصف النهائي. تداعيات الحادثة الروح والرياضية، انتقدت وسائل إعلام دولية هذه التصرفات واعتبرتها سلوكا غير رياضي من المنظمين جامعي الكرات لخدمة صاحبي الأرض. في خطوة أخلاقية، قام اللاعب المغربي إسماعيل الصباري بزيارة مقر إقامة المنتخب السنغالي بعد المباراة للاعتذار لإدوارد ميندي وتوضيح سوء التفاهم مما ساهم في تهدئة الأجواء. فرد فعل ديوف أيضا نشر صورة له مع الميدالية الذهبية والمنشفة الشهيرة، معلقا بسخرية: هي الميدالية والمنشفة. انتهت البطولة بتتويج السنغال باللقب بعد فوزها على المغرب بنتيجة 1-0 في الأشواط الإضافية، لتبقى واقعة المنشفة ذكرى غريبة في تاريخ الكان. غرابة الأحداث بكؤوس إفريقيا تضاف لها واقعة المنشفة، فهي حسب رأيي أسوأ ما حدث أو واحدة من أسوأ ما حدث بكأس إفريقيا.